فترة صعبة قوي شافها الفنان والمطرب الجميل خالد سليم بسبب تعبه الصحي سنة 2019 لما اكتشف وجود مشكلة في أحباله الصوتية واللي كانت هتمنعه من إنه يغني طول العمر ويحرم جمهوره من فنه. وبسببها وبسبب أدوية الكورتيزون وزنه زاد 3 أضعاف لما وصل ل 120 كيلو. لكن ربنا رزقه بطبيب شاطر قدر يعالجه وينقذه من محنته اللي خلت أقرب أصحابه ليه يتنمروا عليه ويسفوا على زيادة وزنه، والشركات كمان تمنع التعامل والشغل معاه. كل التفاصيل فترة مرض خالد سليم وأدق أسرارها وإزاي فضلت زوجته الأصيلة واقفة معاه في محنته كل ده هتعرفوه معايا في الفيديو ده. تابعوني للنهاية ومش هتندموا. النجم الجان خالد سليم معروف عنه إنه صوته جميل وجامد قوي وفنان أصيل، لكن للأسف الشديد اتعرض لمحنة كبيرة كانت هتخليه يبعد عن الغنى بعد ما اكتشف الأطباء وجود ورم في أحباله الصوتية، واللي كان بالصدفة الفنان خالد سليم حكى عن تفاصيل الأزمة الصحية اللي مر بيها سنة 2019 واللي تسببت في زيادة وزنه بشكل كبير قوي واللي وصل ل 45 كيلو جرام. وكل ده كان خلال لقاء في برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس، وكمان كشف تفاصيل التعب اللي حصل لأحباله الصوتية فقال: رحت لأكتر من دكتور أنف وأذن وخدت تقريبا نفس العلاج لمدة 3 شهور ورا بعض، وكان العلاج غلطة لأنه كان بيحتوي على الكورتيزون. خالد سليم وضح إن العلاج كان بيوفر حل مؤقت لكنه معالجش أصل المشكلة، وإنه راح لدكتور متخصص واللي قام بتشخيص حالته بشكل دقيق بتوصية من الفنان محمد حمائي. دكتور خالد سليم قال له إنه عنده تجمع دموي على حبل من الأحبال الصوتية بعد ما عمل المنظار، وساعتها اختار يعمل عملية وقال كان قرار مصيري. وبعد العملية الطبيب قال لي إنه ما كانش مجرد تجمع دموي، ده كان ورم، لكنه مرضيش يقول له قبلها عشان ما يقلقش نتائج المزرعة بعد 15 يوم، واللي أثبتت إن الورم كان حميد والحمد لله. صوتي رجع بعدها، لكن وزني كان زاد 3 أضعاف بسبب الكورتيزون. اتكلم كمان خالد سليم عن الآثار الجانبية لعلاج الكورتيزون اللي تسبب في زيادة وزنه 45 كيلو عشان يوصل وزنه 124 كيلو، واتعرض للتنمر من الجمهور والأصدقاء وكمان المعارف، وقال: كنت أروح مثلا جهة معينة أو حتى شركة تكلمني لتصوير مسلسل، أروح وأعمل الميتنج الأول وما يرجعوش يكلموني تاني، وتعرضت للتنمر من الجمهور حتى من أشخاص كنت أظنهم صحابي. ناس كمان كانت معايا طول الوقت في الحلو، وأول ما وقعت ووزني زاد بقيت اللي بيطلعوني على المسرح قدام ناس غريبة. تعبت ونفسيتي كانت سيئة جدا، وفي مناسبة من المناسبات عيد ميلاد البوفيه اتفتح تهريج عظيم عليا فانسحبت. أما زوجة خالد سليم قالت عن الموقف ده: انسحب خالد وقعد لوحده، قالوا له انت لسه هتاكل، هتروح فين بعد كده؟ ولما رجعنا للبيت فجأة لقيته في المطبخ بياكل من كل شيء قدامه بغيظ، وكان كمان بيبكي. في النهاية بنتمنى التوفيق للفنان خالد سليم خلال الفترة اللي جاية.